هي نور الإسلام، هي أول مظاهر الاتصال بين السماء والأرض، هي قمع من نور تعبر عبر رادار كوني وقد وصلت عبر كيان محمدية. ألقيت عليه ثلاثا لأنها ضمان نهضته ونهضة أمته، هي سر بناء حضارته ومجده. ألقيت عليه ثلاثا أن انتبه، فالانهزام سببه الجهل والأمنية والتخلف الحضاري والفكري. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اقرأ يا محمد، فالنهايات الجميلة تكون للبدايات الثقيلة. يقول سفيان الثوري: ويحكم اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون. اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. اقرأ هي صوت العبور نحو المستحيل، هي من ستبلغ بها منصة القيادة، هي أول كلمة في مسيرة التغيير، هي من أضاءت لنا حضارة لم تنطفئ، هي الكلمة الأولى التي تفيض بحضارة معبدها مكتبة، تسبيحها قراءة وصلاتها صناعة المعرفة. اقرأ هي من سترفع حال المرأة من حالة وإذا الموءودة سئلت إلى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. اقرأ هي نهضة الأمة وسر عودتها لمجدها الذي غيب عنها. فكل شيء يبدأ بالثقافة، الانتصار يبدأ بالثقافة والانكسار يبدأ بضربها. الشعب الذي لا يقرأ لا يعرف نفسه ولا يعرف غيره. نحن لا نخشى أمة العرب لأن أمة العرب لا تقرأ. ويقول رجل آخر: حينما أسعى لهدم حضارة والقضاء عليها لا أسعى لحرق الكتب ولا أحتاج إلى ذلك أساسا، إنما أسعى لإيقاف أولئك الذين يقرؤون. اقرأ هي من ستوصلك إلى بؤرة الضوء، إلى بؤرة النور، ونقطة وعي تسبق الليل بها فلا يبلغك. قل سأسقي حلم العبور إلى الله بمداد المحبرة، فهي وحيه الأول وفريضته الأولى. فعد إلى ثقافتك ومجدك وبناء شخصيتك وذاتك، فالقراءة حياة العقول والأرواح، وهي هبة الإمداد من الله. أنتم تستمعون إلى راديو إنسان FM، صوت الإنسانية إلى العالم.